لو انت حاصل على اكتر من 90% يبقى الفيديو ده علشانك. ولو انت حاصل على اقل من 90%، اقل من 80%، اقل من 60%، يبقى الفيديو ده اكيد علشانك. ليه؟ لاننا هنتكلم عن حاجات مهمة جدا، اهمها ان ثانوية عامة ومجموعك فيها مش هو انت. مجموع ثانوية عامة ممكن يحدد جهدك في السنة دي، لكن مش ممكن يحدد قيمتك. انت قيمتك كبيرة جدا، انت اعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى على وجه هذه الارض. انت اهم حاجة في الدنيا دي. ربنا خلق الكون ده كله علشانك انت، عشان يخدمك انت. ربنا خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار. الدنيا دي كلها ربنا خلقها علشانك. انت عقل مفكر، انت قلب ينبض، أنت مشاعر، أنت مواقف كتير جدا وقصص بطولية كتير جدا أنت عملتها في حياتك. أنت ابن، أنت أخ، أنت صديق، أنت حاجات كتيرة جدا في الحياة دي، وأدوار كتيرة جدا أنت عملتها في الحياة ولسه هتعملها. أنت مش بس ثانوية عامة، وبالتالي لا تفقد ثقتك في نفسك أبدا. فكر في نفسك من هذا المنطلق، فكر في نفسك من هذه الزاوية. وعلى فكرة، مش معنى ان انت ما جبتش المجموع اللي انت حبه في ثانوية عامة يبقى انت فاشل، لا. الدكتور احمد زويل يا جماعة كان طول عمره اهله عايزينه يطلع دكتور، يطلع طبيب، يدخل كلية الطب. كان من ابتدائي واعدادي وثانوي كاتبين له على الاوضه بتاعته دكتور احمد زويل، ومع ذلك وهو في ثانويه عامه ما جابش مجموع يدخله كليه الطب. هل هو كان فاشل؟ الدكتور احمد زويل دخل كليه العلوم واجتهد فيها وتفوق فيها جدا، وكان من افضل الطلاب فيها. درس وبرع وأبدع وسافر أمريكا ودرس هناك وجرب هناك وبقى دكتور أحمد زويل صاحب نوبل. الدكتور فاروق الباز كان عاوز يدخل كلية الطب ولم يستطع الحصول على المجموع اللي دخله كلية الطب، فدخل كلية علوم وبرع فيها وبقى من أهم علماء وكالة ناسا للفضاء، وبقى هو الدكتور فاروق الباز اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه النهاردة. يبقى مش معنى ان انت لا تحصل على المجموع اللي انت كنت عاوزه في ثانوية عامة يبقى انت فاشل، ده انت ممكن تبقى ناجح جدا. وبعدين يا جماعة تعالى نبص للنجاح من زاوية اخرى. هو احنا بنقيس النجاح ازاي؟ هل الأثرياء هم أكثر الناس نجاحا؟ هل رجال الأعمال هم أكثر الناس نجاحا؟ هل الفنانين والمشهورين هم أكثر الناس نجاحا؟ غالبا رجال الأعمال والأثرياء والفنانين ولاعب الكرة ما حصلوش على 99% في ثانوية عامة، وأظن كلامي واضح. فهيم أفندي اللي كان في جيبه 4 أقلام كل قلم بلون كان بيشتغل عند عبد الغفور البرعي اللي ما كانش بيفك الخط. الدكتور بعد ما بيشتغل طول سنوات شغله وبيحصل على فلوس يجيب منها شقة، بيروح للمقاول صاحب العمارة أو العمارات الكتيرة اللي ممكن يكون ما بيفكش الخط. إذن فمجموعك في ثانوية عامة مش هو المقياس لنجاحك، مش هو المقياس لثرائك، مش هو المقياس لشهرتك. ممكن جدا وأنت بمجموع أقل من 60% تنجح في مجال آخر. على فكرة يا جماعة أنا مش بقول ده تقليلا لقيمة العلم والعلماء، أنا بقول ده وأنا حاصل على ماجستير ودكتوراه في التخصص بتاعي وبشتغل في جامعتين. أنا بقول ده وأنا عارف إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعارف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالعلم والعلماء والتفوق الدراسي حاجة مهمة جدا، وأنا بأشيد بيها وبحبها قوي، ولكن ليس معنى انك ما تحصلش على مجموع كبير يبقى انت كده فاشل او مش ممكن تنجح. لا، في نجاحات كتيرة جدا. طيب انا دلوقتي عاوز اتكلم في نقطة مهمة قوي، وهي ازاي ممكن تختار الكلية اللي انت هتدخلها. لو انت حاصل على 98 و99 و100% انت قدامك كل الكليات وكل الخيارات متاحة، ولكن ارجوك ما تدخلش اعلى كلية، ما تستخسرش مجموعك. شوف انت نفسك تدخل ايه، شوف ايه المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، شوف ايه المجال اللي انت حاسس ان انت ممكن تبدع فيه، المجال اللي ممكن تعمل فيه حاجة غيرك ما عملهاش. يا جماعة بلاش نسير وراء أكذوبة كليات القمة وكليات القاع. كلية القمة هي الكلية التي تكون أنت فيها قمة. كلية القمة هي الكلية اللي تكون أنت فيها متفوق، هي الكلية اللي أنت تعمل فيها اللي محدش عمله.
اللي الدكاترة يحبوك ويرشحوك لمناصب ويرشحوك لأعمال في شركات وفي بنوك وفي مصانع. هي دي كلية القمة الحقيقية. وبالتالي لو انت حاصل على مجموع فوق 90% وعاوز قدامك خيارات كتير، اختار الكلية اللي انت حاببها والكلية اللي ممكن توصلك للمجال اللي انت حابه. طب لو انت جايب مجموع اقل من كده بكتير ومفيش خيارات كتيرة قدامك، وكان نفسك تدرس مجال من المجالات اللي اعلى، يعني دخلت كلية تجارة، دخلت كلية آداب، دخلت كلية دار العلوم، دخلت كلية أي كلية بتدخلها وانت نفسك تدرس مجال آخر، لازم هنا يا جماعة نفرق بين حاجتين، بين مجال الدراسة وبين مجال العمل. ايه المانع ان انا ادخل كلية آداب وادرس واتفوق، وفي نفس الوقت انا كان نفسي ادخل اعلام، اخد كورسات في الاعلام، اتدرب على الاعلام، اعمل CV محترم، اعمل فيديوهات حلوة قوي واخدها معايا واروح للقنوات المتخصصة والجرايد المتخصصة واقول لهم انا ممكن اشتغل في مجال الاعلام، وساعتها ممكن ياخدوني لان مهاراتي وامكانياتي وقدراتي تؤهلني لده. لان يا جماعة سوق العمل لا يعترف فقط بالشهادات، ولكن يعترف بالامكانيات والطاقات والقدرات. وبالتالي لو انت جبت مجموع قليل ودخلت كلية انت مش حاببها قوي وفي مجال تاني انت حابه، تقدر تدخل الكلية بتاعتك وتدرس فيها وتتفوق فيها، وفي نفس الوقت تمشي في المجال اللي انت حابه عن طريق الدورات والكورسات والتدريب. وبالتالي ممكن تشتغل بهذا التدريب وبهذه الكورسات وتعمل فلوس. الفلوس دي تبقى بداية مشروع ليك. انت ممكن وانت في اولى جامعة وثانية جامعة تشتغل، ثالثة ورابعة ممكن تعمل مشروعك الخاص، وبالتالي ممكن تبقى من رجال الأعمال وممكن تبقى من الأثرياء وانت لسه بتدرس وانت لسه ما اتخرجتش من الجامعة. وبالتالي يا جماعة يا ريت نفكر في ثانوية عامة وفي مجموع ثانوية عامة تفكير مختلف. بلاش نخلي ثانوية عامة صخرة تقف أمام أولادنا وأمام قدراتهم وأمام إبداعهم. بلاش يا جماعة نتصور إن أبنائنا ما هم إلا أشخاص بيصموا وبيحفظوا ويجيبوا مجموع كبير في ثانوية عامة. احنا كده بنبطل حاجات كتير جدا، بنوقف حاجات كتيرة جدا وبنمنعها من الظهور، بنوقف قدراتهم وبنوقف مواهبهم وبنوقف مهارات كتيرة ولغات ممكن يتعلموها. كل دي حاجات ممكن ولادنا يتعلموها ويبرعوا فيها وتكون مصدر دخل بالنسبة لهم. كل ده غير ثانوية عامة. وبالتالي يا ريت ننظر لثانوية عامة نظرة مختلفة، نظرة بدماغ تانية. زي ما قلت لك بلاش ثانوية عامة تبقى حجر عثرة قدامك يعطلك عن مستقبلك، ولكن خليها حجر كبير تقف عليه وتشوف الحياة من منظور جديد، وانت واقف عليه تشوف الحياة أوضح بخبرات أكبر وبقدرة أعلى وهكذا. وبالتالي أنا بقول لكل الحاصلين على فوق 90% ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. وبقول لكل اللي جابوا أقل من 90% ثانوية عامة ليست نهاية العالم، ولكن هي بداية مستقبل جديد وحياة جديدة هترسمها لنفسك. حط أهداف وحاول تحققها، وإنت بتحط أهدافك فكر فيها بالطريقة دي، إن معاك مصباح علاء الدين وإنك تقدر تحقق أي حاجة إنت بتفكر فيها، أو فكر فيها وكأن الفشل قد مات. يعني إيه الفشل قد مات؟ يعني أي حاجة هتفكر فيها وتحلم بيها إن شاء الله هتحققها، لأن مفيش أي خيار وارد غير خيار النجاح. لو فكرت في ثانوية عامة بالشكل ده وفكرت في مستقبلك بالطريقة دي إن شاء الله هتبقى ناجح.